وسلامة انطلق الشوط الأخير المخصص للصعوب القعدان مسافة 1200 متر، وجائزة هذا الشوط جائزة نقدية مقدمة من علي بن محمد الربيعي. وعودة عند مقدمة الشوط، عودة عند سوغان لإبراهيم بن سالم العامر. راح سوغان ثاني المراكز سعد محمد تراب النعمة السوداني في ثاني المراكز. ثالث المراكز وهو الحصيني مسفر بن علي بن سهل الرزق. ورابع المراكز شاهين فضل بن علي بن كعلان الكربي. وخامس المراكز، ولكن عودة عند مقدمة الشوط، عودة عند سوغان من بداية الانطلاق وحتى الآن. سوغان إبراهيم بن سالم العامر. ثاني المراكب سعد، وتعود ملكية سعد محمد تراب النعمة السوداني حرك السوداني. ثالث المراكز الحصيني مسفر بن علي بن سهل الرزق. عودة عند مقدمة الشوط سوغان من بداية الانطلاقة وحتى الآن، ولكن الخطورة بن سعد، وبالفعل سعد محمد تراب النعمة السوداني انتقل إلى مقدمة الشوط. ثاني المراكز ثوغان إبراهيم بن سالم العامر. ثالث المراكز هناك الحصيني مسفر بن علي بن سهل الرزق. وعودة يوم صورنا عن مقدمة الشوط ما زال سعد، ولسه ما صدرت الأوامر من المضمر محمد تراب النعمة السوداني. ثاني المراكز ثوغان إبراهيم سالم العامر. وثالث المراكز الحصيني لمسفر بن علي بن سهل. وعودة عن مقدمة الشوط، عودة عند سعد. خلاص سعد راح بالشوط. التهنئة والناموس بفوز سعد لمحمد تراب النعمة السوداني. ثاني المراكز لإبراهيم سوغان إبراهيم سالم العامر. وثالث المراكز الحصيني مسفر بن علي بن سهل. التهنئة والناموس